الطريقه اللي بنستخدم بيها السواك هي اللي غلط. السواك ده سنه عن سيدنا النبي، الماده اللي بيفرزها السواك هي دي الماده الطبيه اللي فعلا القلويه بتاعتها بتقلل الحمضيه اللي بتحصل في الفم، فبتقلل من حدوث التسوس، لان هو التسوس عباره عن تراكم بكتيريا حمضيه زياده يحصل تاكل في السنان، فانا عايز اعادل الموضوع ده. فالسواك الماده بتاعته قلويه، فهي بتعادل الحمضيه اللي بتحصل نتيجه ان تراكم البكتيريا وتراكم بقايا الاكل لو حمضيه في اللعاب نفسه، فدي بتتعادل. لكن الطريقه اللي بنستخدم بيها السواك هي اللي غلط. دي بقى معلومه الناس كلها بتستخدم كده كده كده، فبيشيل بقايا الاكل من على السنان ويحطها في اللثه، فدوت بيعمل لي التهاب في اللثه اصلا. تخيل ان انت بتستخدم فرشه وتعمل اللثه كده، فانت بترجع اللثه اللي تحت لتحت واللي فوق لفوق، فبتبدا تتراجع. نلاقي دايما اللي بيستخدم السواك نلاقي السنه بتاعته طولت. فانا السواك مفيد جدا، ولكن استخدامه بالطريقه الصح هو ده المهم. يعني بالعربي خالص، السنان اللي فوق استخدمت من اول السنه فوق لتحت، والسنان اللي تحت من تحت لفوق، ماليش دعوه باللثه. الحركه دائريه او من فوق لتحت.